الطحينة الكذابة أو في طحينة البشاميل، طحينة ودقة عربيات الفول، وكمان طبق طحينة مركز المشويات، وكل ده ب3 معالق طحينة بس. رمضان على الأبواب والفول على السحور دايما، وما بيحلاش من غير الطحينة والدقة. وكمان طحينة العزومات والمشويات لازم فيها طبق سلطة الطحينة اللذيذ كده على السفرة. هقولك على الطريقة الأصلية لسلطة الطحينة بتاعت المحلات وعربيات الفول. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا بسم الله نبدأ الوصفة. معايا معلقتين زيت مش اكتر عشان الطعم ميبقاش شديد فيها، وعليهم 6 معالق دقيق. هنحمصهم على النار، مش عايزاه يحمر، يدوب يتحمر فقط عشان ميبقاش طعمه ني. اول ما ياخد لون بني فاتح هيكون معايا طبق او كوباية فيها مية. هنزل شوية شوية، هضيف اول ربع كوب مية واقلب بالراحة لحد ما الصوص يربط ويبقى مكور كده. ما تقلقوش هي بتمط عشان ما تفتكروش ان هي باظت منكم، لازم تتكور كده. انا كده شغاله على نار هاديه مش على نار عاليه. الحركه اللي انا بعملها دي بتخلي الدقيق يستوي كويس جدا وميبقاش طعمه بيرس. هزود شويه من ميه تاني وهقلب على نار هاديه برضه لحد ما برضه تبدا تكتل معانا. دي اطول خطوه في الوصفه، معلش هي تقيله شويه بس عشان طعم الدقيق ما يكونش ظاهر. الحركه دي بتسوي الدقيق كويس جدا وبتخليه طعمه لذيذ، وهوصل للطعم اللي انا عايزاه في الوصفه بتاعتي. نفس الحركه بتاعت زياده الميه وان انا افضل اقلب لحد ما الدقيق يشربها وتكور معايا. هفضل اكررها لحد ما الصوص يتقل ويبقى كريمي ويبقبق معايا. اول ما يوصل لمرحله البقبقه هو كده تمام خلاص. ساعتها هبدا اطفي عليه واسيبه لحد ما يهدى تماما تماما. اسيبه بقى يهدى وابدا اعمل الدقه اللي منستغناش عنها في السحور. هتسهل معاكي الدنيا جدا. معايا معلقه من الدقه اللي كنت مفرزاها معاكم في فيديو 3 انواع دقه تسهل معاكي وقفه المطبخ. بعدها هنزل بنص معلقه كزبره، نص معلقه كمون، ونص معلقه شطه حمرا. هقلب المكونات دي بقى مع بعض كويس جدا. شفت التفريز الحاجه بتسهل معانا الدنيا ازاي، بدل ما نقعد نطحن لسه فلفل ونعمل لسه توم. هي سهلت معايا معلقه على طول من التلاجة او من الفريزر وخلاص. بعدها هضيف معلقه خل وهقلب كويس جدا. بعدها معايا 3 تنصوص من الليمون، هشيل البذر منها واعصرها وهضيف معلقه ملح. دوقي برضو الحدوقيه واظبطيها. بعد كده ياخد معايا كوبايه ميه هنزل بيها على الدقه وهقلب كويس جدا. وهجيب الازازه اللي هنزل فيها بالدقه. انا استعملت ازازه في حدود 250 مللي. تقدري تضاعفي الكميه لو هتعملي في ازازه اكبر، بس جربي الاول في دي. هبدا افتح الازازه وباي قمع عندك مخصص للمطبخ هبدا انزل بالدقه. الدقه دي بتنقل طعم الفول في حته تانية. جربوا كده في طبق فول دلوقتي وهتشوفوا. انا كده معايا الدقه وزيت الحار، فاضل لي نوع واحد وابقى كده وصلت للعربيات. معايا بقى الخلاط، هنزل فيه مقدار ربع كوبايه لبن. وبعدها هنزل بالبشاميل اللي عملناه بعد ما برد خالص. هضربه معاهم كويس جدا. هضربه واجيلكم كده بعد ما ضربته. بصوا ناعم ولونه فتح مع اللبن ازاي وبقى كريمي خالص. هجيب بقى بوله وانزل ب3 معالق من الطحينه دي احنا اللي عاملينها. هنزل لكم طريقتها قريب جدا. هبدا انزل على الطحينه بميه دافيه، مش عايزاها ساقعه، دافيه شويه شويه، واقلب لحد ما تنعم معايا تماما. بعدها هبدا انزل بملح وكمون وشطه يدوبوا خالص معايا. وهبدا انزل بعدها بمعلقه خل. قلب كويس جدا جدا. خلاص كده كل المكونات دبت معايا. هبدا انزل باول معلقه من البشاميل على الطحينه. البشاميل ده هنزل بيه معلقه معلقه، مش هنزل بيه كل مره واحده. كل ما هنزل معلقه هقلب وراها على طول عشان ما يكلكعش، وافضل اضيف لحد ما احس ان طعم الطحينه مظبوط مخفش معايا. انا ضفت بمقدار من 6 ل7 معالق بشاميل على 3 معالق من الطحينه. هفضل ادوق في كل مره هنزل فيها. هشوف التركيز بيخف معايا، طب اختفى ولا لسه. لو مازال موجود هضيف تاني من البشاميل لحد ما احس ان خلاص هو كده القوام والطعم اللي انا محتاجاه. عايزه بقى تخففي القوام تكتريه زي ما تحبي، وعلى حسب الحاجه اللي انت هتقدمي فيها الطحينه دي. يعني لو كفته مثلا ومشويات فراخ
تقدمي الصوص تقيل شوية. هو كده كده اصلا كل ما بيقعد كل ما بيتقل، فما نتقلهوش قوي بالزيادة، هو كده كده بيتقل، مجرد ما تحطيه في التلاجة بيتقل. فاظبطيه. هقولكوا عامل زي التومية كده، شفتوا التومية مثلا كل ما بنعملها تبقى كريمي اول ما نصبها، وبعد كده لما نحطها في التلاجة بتتقل معانا، هو عامل كده بالظبط. فانا هخفف على المقدار اللي انا عايزاه مع حسبان ان هي هتتقل معايا تاني. انا بالنسبه لي كده وصلت للقوام اللي انا محتاجاه. هبدا اجيب بوله تانية وهفضي فيها شويه من الصوص ده. دي انا هعملها للمشويات، يعني البوله الصغيره اللي انا بصب فيها دي هعملها مشويات. كده انا صبيت المقدار اللي انا عايزاه، وهشيل الباقي في طحينة العربيات. بعدها هرش عليها زيت زيتون، افضل شيء ليها زيت الزيتون، بلاش الزيت العادي. وبعدها هضيف شوية شطة للتزيين، ممكن تستغني عنها، ممكن تحطي عود كزبرة، بقدونس، زي ما تحبي. يبقى كده سلطة المشويات خلصت معايا، وهبدأ اعمل طحينة العربيات. هجيب الطحينة الباقي معايا وهبدأ اخففها شوية شوية بالمية لحد ما اوصل لقوام طحينة العربيات، ودي بتكون خفيفة بنسبة كبيرة. وبرضه على حسب رغبتك، عايزة طعم الطحينة بارز، مش عايزاها تقيلة، عايزاها خفيفة، زي ما تحبي. بس احنا عارفين ان لما نروح نشتري من مطعم او نشتري من العربية بيكون الطحينة خفيفة جدا معايا. انا كده خلاص معايا الازازة، وهجيب القمع وهفضي الطحينة. انا كده عملت ال3 ازايز، عملت الدقة، وعملت طحينة العربيات بتاعة الفول، وعملنا طحينة المشويات، وكل ده 3 معالق طحين. يعني حاجة اقتصادية فوق ما تتخيلوا. وده السر بقى، شوفوا لما نجيبوا مشويات من بره بيبقى ليها طعم كده، ومهما نحاول نعمل في البيت ما بيجيش. دي جربوها وصدقوني هتيجي معاكم جدا. عايزاكم تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات ان كانت عجبتكم ولا لا. بس انا متأكدة ان هي هتعجبكم، وهتوفر معاكم مجهود، وهتوفر معاكم فلوس، وهتوفر معاكم حاجات كتير جدا جدا.